ما تدوها للنادي الاهلي ونخلص يعني بصراحه، يعني عشان ولا تروح ولا سفر ولا بتاع ولا تتعب الناس ولا جماهير الزمالك تروح ولا الفرق تروح وتغلب نفسها والكلام ده. ادوها للفرقه وخلاص اللي هي بتتعمل عشانه، يعني السنه اللي فاتت والسنه دي. ده بصراحه الكوره مش كده، الكوره بصراحه الكوره يعني خسران وكسبان، خسران وكسبان. فانتوا ليه عايزين نادي واحد بس هو اللي يكسب، نادي واحد هو اللي يكسب؟ انا مش عارف يعني. انتوا بتضيعوا متعه الكوره وحلاوه الكوره وجمال الكوره، بتضيعوها عشان يا عم يخسر. ايه المشكله؟ هتقول لي اصل البطوله والاعلانات ولازم النادي الاهلي يبقى موجود في النهائي. خلاص ريحوا دماغكم واعملوا السوبر دوت للنادي الاهلي وخلاص وادوا له البطوله، بدل ما يبقى في سفر وفي هرك البيراميدز والسيراميكا وفرق تتظلم وفرق تتذبح. وكل ده ليه؟ انا بصراحه انا يعني انتوا ضيعتوا حلاوه الماتش بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن من احسن ماتشات للنادي الاهلي الماتش ده، بس انتوا ضيعتوه بالتحكيم اللي هو حصل ضربه الجزاء دي. لو للنادي الاهلي كانت هتحسب وش حتى لو جت في مش في بطنه، ده لو جت في رجله هيقول لك ضربه جزاء. يعني لو جت في رجله وجت في ايده هيقول لك لا ضربه جزاء. فبصراحه الموضوع بقى بوخ قوي وكلح قوي ومفقوس قوي والشكل بقى وحش قوي. يلا مبروك بقى وخلاص.